بصوا يا جماعه، تعالوا نشوف ايه الفرق بين طاجن لحم بالبصل ب 110 وهو نفس الطاجن ده بس ب 230 جنيه، وهو بقى نفس الطاجن بس ب 300 جنيه، اغلى واحد فيهم. تعالوا نشوف ايه الفرق ده. فرق اسعار رهيب يعني. بثمن الطاجن ده اشتري 3 من ده. يا جماعه اسعار مش منطقيه. فتعالوا نشوف هيطلع ايه الفرق ما بينهم وليه اصلا في فرق كده، ونشوف بقى الكواليتي ونشوف الجوده ونشوف الطعم ونشوف كل ده عامل ازاي. يلا بينا نبدا. معاكم جو نصر، يلا بينا نبدا بسرعه. ما عملتش سبسكرايب للقناه اعمل، ما عملتش لايك للقناه اعمل، ويلا بينا. زي ما انتوا بقى متعودين هنبدا بالاقل لحد الاعلى. شيل دول كده برده على جنب. طاجن ب 110 بيجي لك كده بالشكل ده. طاجن لحمه بالبصل بيزك خالص عادي قوي، معهوش اي حاجه يعني. ايه، بيجي بيتسلفن كده. كتر خيره ان هو جاي في طاجن اصلا. 110 برده شايف سعره رخيص جدا، بس كل مكان بيحدد سعر بناء على الكواليتي. ايه ده بكام ده؟ الريحه تحفه، ريحه الطماطم وتسبيكه الصلصه يا خرابي. طبق بتاعك الجميل. نقلب الطاجن ده. اوه يا يا خرابي. يلا 120,000 ده ولا ده ب 110. مشكلتي معاه مش جايب اي حاجه. تعالوا احنا نستعين بصديق. انا شايف فيه بصل كتير قوي. كل ده بصل يا خرابي على البصل. وتحس البصل مكرمل قوي. 1 2 3 4 5 6 وقطعه صغيره. 6 قطع وفيهم واحده صغيره، يعني 7 قطع. يعني هنقول حوالي ربع كيلو لحمه مثلا. اللحمه شكلها مش عارف، حاسسها مجمده. المشكله ان مفيش رز، مفيش اي حاجه. تعالوا ندوق. عنده اول حاجه اللحمه. جامدة شوية. لحمه جامده جدا، مش جامده شويه. مش بتتقطع. اللحمه مش بتتقطع. اوه اهي. بسم الله. اللحمه كانت عايزه تستوي اكتر من كده، طعمها مش مستوي قوي، فاهمين؟ عشان كده اللحمه بتشد جامد قوي اصلا. فظيعه. بص اللحمه ما استوتش قوي الصراحه، فيها بصل كتير قوي. احنا بنتكلم في سعرها ب 100 جنيه او ب 110. طاجن ب 110 يعني كويس اصلا ان في الحجم ده، وفي كميه بصل مهوله، بس في برده كام قطعه لحمه. ممكن برده انت تزود عليه عيش، تزود عليه بتاع، بس هو مش مستوي اصلا يعني. دي مصيبه كده. اول مكان يا جماعه 3 من 10. تعالوا نخش على تاني مكان بسعر بقى من 110 ل 220 جنيه، اللي هو الضعف اصلا وزياده 10 جنيه من عندي. يلا بينا. تاني مكان بقى من 110 ل 230. خدنا عيش زياده، وكمان جاي 2 طحينه و2 سلطه. انا حاسس ان انا متحمس، بس بقى هنا التغليف مختلف. بسم الله. واو، ريحه حلوه. انا متفائل. بس ايه الكام طماطمايه اللي على الوش دول؟ اوه. تعال 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 نقلب نقلب. يا اختي، بارد ولا ايه؟ كل ده بصل؟ ده طاجن بصل بجد ولا ايه؟ ده طاجن بصل. بصل بس، لا في لحمه. اوه بص حته لحمه قد ايه. ايه ده؟ اللحمه دايبه قوي. اللحمه ما بتمسكش من كتر ما هي دايبه. انا كنت متعشم في رز يجي معايا كده مثلا. تعالوا نعد كام قطعه لحمه. ادي كده واحد. قطع كبيره. 2 3 3 قطع لحمه بس كبار، بس في بصل كتير قوي. انتوا شايفين؟ بصوا كل دي لحمه وكل ده بصل. يا نهار ابيض، كل ده بصل. بس هي اللحمه دايبه يعني ممكن يبقى في لحمه من دي دايبه هنا، فاهمين؟ عنده كده اللحمه دايبه قوي. اللحمه اصلا بتقطع من غير سكينه. بسم الله. هي اللحمه بسبب البصل المكرمل تحسها مسكره. تعالوا ممكن نجربها بالعيش. تفتح العيش، حط كده اللحمه مع بصل. بص بقى ده شكل اللقمه. لقمه فتاكه. بسم الله. روعه 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 روعه. البصل مسكر جدا. بص هي اللحمه حلوه، تسويتها حلوه، التتبيله بتاعتها حلوه، الطاجن حلو، بس البصل اللي فيه مكرمل قوي. هو حرفيا مسكر جدا. انا حاسس ان انا باكل سكر من كتر ما هو مسكر جدا، بس هي يعني حلو. تعال نخش بقى على اخر مكان واغلاهم، وهو ب 300 جنيه. من 230 ل 300 جنيه. جاي رز وجاي كمان سلطه. تعال نفتح ونشوف. واو، تحسه محروق شويه. يلا نقلب الطاجن. اوه بص بص، كل دي بهاريز بتنزل. انا حاسس ان الطاجن صغير قوي. هو في بصل قليل يعني، دي ميزه ان البصل اللي فيه مش كتير قوي. هو في بصل بس مش كتير قوي، وفي قطع كتير تصدق. 1 2 3 4 قطع وحجمهم كبير. عنده اللحمه الاول، واللحمه مستويه كويس ودايبه. بسم الله. صدق سوية اللحمه حلوه قوي. طب بص بقى بالرز. بص، قطع حته لحمه على الرز. حته لحمه كده على الرز.
هو طاجن لحمه بالبصل بيتي قوي، تسبيكته حلوه، تسويه اللحمه حلوه، طعمها حلو، بس هو طاجن بيتي قوي. وهي بس كده يا جماعه، انا الصراحه شايف احلاهم وهو اغلاهم اللي هو اخر طاجن اللي هو ب 300 جنيه. شايف صراحه كميه حلوه، طعمه حلو، تحفه. اخر طاجن بقى كان بالدهان. وهي بس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر. سلام.